اهلا بيكم. اهلا بيكم في حلقة نوهنا عنها من الاسبوع الماضي. حلقة بتوضح لينا مخاطر اللي بتواجه امتنا العربية. الحلقة النهاردة بنناقش فيها اخطر القضايا، المشاريع الغربية في المنطقة العربية. فلتسكت كل الأصوات المعارضة لرؤى الغرب، فقد حان وقت تنفيذ مشاريع التقسيم. حان وقت العمل من أجل تمزيع الأمة العربية. النهاردة بيشاركني في هذا اللقاء المحامي الكبير والسياسي المخضرم الأستاذ نبيه الوحش. أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. عايز بس اعترض على كلمة سياسي، لانه انا مش سياسي، انا راجل وطني مصري غيور على بلدي أكيد وعلى امتي العربية، لان انا قومي حتى النخاع. أكيد. لان السياسة رجز من عمل الشيطان. طيب قابلنا هذا الاعتراض. اهلا بيكم في يوم جميل وحلقه قويه، ونبدا باول سؤال. حضرتك هي الحلقة قوية بوجودك معانا النهارده. وجودك معانا. حضرتك كما تعلم ان هناك مخططات لما يسمى بالفوضى البناءة من وجهة نظر الغرب. لا يا سيدي، هم ما قالوش كده، هم قالوا فوضى خلاقة، وانا هلخص لك خلاقة. الموضوع ده اتفضل. باسلوب بسيط عشان يوصل للمشاهد. المخطط ده مش وليد اليوم، المخطط ده منذ الثمانينات، ويمكن من قبل الثمانينات. ايوه. وهو الكونجرس واللوب الصهيوني الغربي والبيت الاسود للولايات المتحده الارهابيه والمجموعه دي كلها بتخطط من ايام سقوط الاتحاد السوفيتي وانفرادها. نعم. بانه رؤسائها اصبحوا صولات وشوشة للكره الارضيه، او اصبح كل رئيس شاويش للكره الارضيه. تمام. هذا المخطط كان يعلم به بعض الحكام العرب او غالبيه الحكام العرب، ولكن ما كانوش بياخدوا حذرهم ولا احتياطهم لسبب بسيط، لانه الولايات المتحده الارهابيه كانت بتستخدمهم كمرشدين. تمام. وعملاء، يعني كلمه عميل دي او حليف دي مؤدبه شويه، انما انا راجل مش مؤدب، فاقول ان هم كانوا مرشدين سريين للدول الغربيه والاتحاد الاوروبي. والمرشد السري زي ما انت عارف وظيفته انه ينقل الاخبار ويعمل بصاص لمصالح الاستراتيجيه للغرب، ولا علاقه له بمصالح شعوبه. وده اللي اتضح بعد ثوره 25 يناير وبعد ثوره تونس، واتضح انه فعلا الرؤى دي موجوده، وان هم كانوا مرشدين. والمرشد دايما بيلبي طلبات سيده اللي هو بيعمل معاه. هل في وقائع معينه حضرتك رصدتها او ادله عليها؟ ومش انا اللي رصدتها، ده هم فضحوا بعض بعد الثورات وبعد سقوط صدام حسين. قالوا ان رئيس مبارك ارشد وقال لنا انه صدام حسين كان عنده سلاح نووي وخده، او كان بيتنقل بيه على عربيات جواله، وهم برضو غزوا صدام حسين عشان يدخل الكويت وتيجي عملية الغزو المباشر للكويت على يد السفيرة الأمريكية لما قالت له احنا عايزين زعيم عربي زي عبد الناصر، وقومتها في دماغه. وكان ده مخطط برضه، وهم ما تنبهوش ليه. وانت عارف ان المرشد دايما لما بيتحرق عند العميل بتاعه وعند سيده بيحبسه، يعني حتى على المستوى الاقسام اما بيشغلوا سيد حماصه واشرف بسكويته وعطيه الاقرع مرشد، فلما بيزهق منه او ما بيعرفش يجيب قضايا فبيروح ملفق له قضيه وحبسه. تمام. فهم بعد ما سقط صدام حسين، بعد ما انتهى دورهم وسقط صدام حسين، فبقى كان عاملين للرؤساء العرب دول توكيل. انا اكمل لك بس يحضرني سؤال، هل صدام حسين من وجهة نظر حضرتك هو بطل قومي غرر بيه ولا هو عميل؟ لا يعني هو كان بدأ عميل. لانه المخابرات والاستخبارات الامريكيه هي اللي جابته برضه في البدايه. نعم. هو بدأ عميل. لما حاول ينقلب لبطل قومي اتخلصوا منه. تمام. لما حاول ينقلب لبطل قومي اتخلصوا منه. فهم دول، وهم كلهم كان معمول لهم توكيلات من شاويش الكره الارضيه، سواء كان بوش الصغير او بوش الكبير، فكان التوكيل ينتقل من رئيس لرئيس.
فبعد سقوط صنم بغداد اللي هو زعيم صدام حسين، قال لك طب احنا محتاجينش توكيلات، طب احنا هنلغي التوكيلات دي وهندير المنطقه العربيه لحسابنا. تمام. فبداوا هم يلعبوا على الجزء الثاني ويدوروا على ادوات ليهم داخل الدول العربيه. الادوات دي تمثلت في ما يسمى بالنشطاء السياسيين او النشطاء الحقيقيين او بوتقات حقوق الانسان. تمام. وانا من وجهه نظري ناشط سياسي او صاحب بوتقة حقوق انسان او ناشط حقوقي يساوي عاطل. طب يعني مع احترامي يعني لوجهة نظر حضرتك دي، النشطاء السياسة هي جزء لا يتجزأ من الحياة الإنسانية. يا سيدي انا مع الوطن الغيور وليس الوطن المأجور. تمام. انا مع الوطن الغيور. انما وطني يدفع له عشان يظهر ان هو وطني زي ما هو حاصل الايام دي، ده لا. فبداوا يلعبوا بالادوات اللوب الصهيوني الغربي اللي زرعوهم هنا، وبرضه الحكام كانوا عارفين، بس عشان يستمروا في كراسيهم فكانوا موافقين على لعبه تدفق الاموال. وحتى عندنا على سبيل المثال في مصر راحوا خالقين حاجه اسمها قانون الجمعيات الاهليه، وسمحوا لبعض بوتقات حقوق الانسان والجمعيات بتسجيل نفسها كواجهه. نعم. لكن نسوا وتناسوا انه ممكن الفلوس تيجي بطريقه تانية غير عن طريق جمعيات، زي ما اعترفت السفيره الولايات المتحده الارهابيه اللي اسمها باترسون وفضحتهم وقالت ان احنا دافعين 40 مليون دولار لما يسمى بنشطاء السياسيين وحقوق الانسان بعد ثوره 25 يناير. طبعا ده كارثه. طب هو عايزين نسال، هو مش في اجهزه رقابيه المفروض بترصد التدفقات الماليه دي ولا؟ ما هو في تدفقات مباشره عن طريق الجمعيات، وفي تدفقات غير مباشره. غير مباشره بمعنى ايه؟ عشان التعاون الدولي. وطبعا الاخت فايزه ابو النجا المفروض يكون مكانها في بورتو تورا، ما تقعدش وزير التعاون الدولي لغايه دلوقتي، ما اعرفش ايه اللي مقعدها انا. يعني مكانها في ادله ان هي تتواجد في سجن النساء، اسف، لابورتو تورا بتاع الرجاله. طيب يعني في ادله على كده يعني؟ يا فندم في ادله. القضيه بتاعت دعم الانتخابات بمليار جنيه بتاعت انس الفقي المتهم فيها انس الفقي. نعم. وضياع مليار جنيه على الانتخابات البرلمانيه الاخيره. نعم. في جزء منها من المعونات الخارجيه اللي جه عن طريق فايزه ابو النجا. يعني هناك معونات توجه للعمليات الانتخابيه واللعبه السياسيه في مصر. خدوا هم جزء منها. الجزء الباقي كان من جيوبنا لما فتشونا وقالوا لنا ادفعوا 5 جنيه بتاعت النظافه و15 جنيه بتاعت النظافه على الكهرباء. فتشونا وخدوهم مننا عنوه وبغدادوا بيهم عن طريق الانتخابات. هل حضرتك كرجل حقوقي هل حضرتك رفعت قضيه بالكلام ده او؟ هيا بيه ده لسه كمان قضيه جديده اهي ضد التعاون الدولي وضد وزاره الشؤون الاجتماعيه والزمت فيها السيد وزير التضامن بتقديمه باسماء كافه الجمعيات اللي تحت ايديه اللي حصلت على معونات وبتخربش في جسم الوطن. تمام. وبتخليه ينزف على استمرار. موجوده معانا اهي القضيه. تمام. اهي موجوده. طب يا ريت لو الكاميرا حضرتك الكاميرا تقدر تدخل على دي قضيه ضد وزير التضامن ووزيره التعاون الدولي ووزيره التعاون الدولي عشان برضو المعونات واللي قالوا عليها الفلوس اللي جت. يعني حتى اتشون بتاعت على العموم احنا الاتحاد الاوروبي قالت ده في 65 مليون دولار او 165 مليون دولار لدعم الديمقراطيه في مصر. يعني اي ديمقراطيه افغانستان ولا ديمقراطيه العراق ولا ديمقراطيه ما اعرفش اي ديمقراطيه. على العموم احنا كنا في وفد القبائل الليبي اللي بيرأسه السيد مفتاح الواعر، كنا عملنا لقاء معاه وهنسمع اللقاء ده لان يهمني جدا تعليقك ورأيك على الموضوع. نشوف اللقاء ونرجع لكم.